بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده بقى أنا جربت. لسه بجرب لأول مرة هعمل القلقاس في بيتي، وحبيت كده أشارككم فيه برضه زي كل أكلة بشارككم فيها. بس أنا مش هبدأ معاكم من الأول. أنا الأول حطيت المية تغلي على النار، والأول شوحت اللحمة زي ما انتم متعودين. أنا بشوح اللحمة الأول، بعد كده حطيت المية عليها، وحطيت طماطمايه فتحتها كده من الجناب وحطيتها، وهحتاج كزبره. جبت ربطه كزبره ونقعتها غسلتها كويس، وبعد كده نقعتها في ميه وحطيت عليها خل او ملح عادي، عشان ايه يعني لازم تغسل كويس وكده. وكان عندي ماما مخزنه لي قلقاس، طلعته والثوم جهزته خلاص. وهو القلقاس ما بيحتاجش التوابل بتاعته غير ملح وفلفل. يلا بينا. وعايزاكم كده تشجعوني تحطي لايك وتعملوا شير للفيديو وشجعوني بقى عشان ايه عشان نخلص الشروط بقى ونخلص من الموال الطويل ده. ماشي، يلا بينا بقى. ادي كده المية على النار اهي، والخضرة اللي انا قلتلكوا عليها منقوعة في خل ومغسولة كويس برضو، واسيبها فترة كده، وبعد كده هغسلها تاني وابدأ اقطع فيها. الثوم انا محضره كمية ثوم حلوة كده، وعملتها بالمبشرة الصغيرة. ادي القلقاس معايا اهو، وماما اصلا مخزنهولي، يعني هو تمام كده مش ناقص حاجة. وهنا المية هحط فيها اللحمة هي بتغلي بقى. هنبدأ بقى ننزل القلقاس دلوقتي، ونسيب اللحمة تستوي فيه مع اللحمة. ونسيب بقى اللحمة تكمل سواها مع القلقاس، ونروح نقطع الخضرة عشان نروح نقطع الكزبرة عشان نحضر التقلية. كده هنعمل التقلية بتاعت القلقاس. انا عملت يتحت السمنة يعني كتيرة شوية، سيحتها في الطاسة. وادي الكزبرة، هي مش كتير على حاجة، هي هتدبل دلوقتي طبعا مع التقليب هتدبل. ونفضل نقلب فيها بقى لحد ما تدبل خالص. وبعد كده الثوم هننزل بيه في الاخر. الثوم عايزاه يصفر بس، ان انا لو حطيت الثوم مع الكزبرة من دلوقتي هيتحرق. دول دلوقتي هتلاقوهم شوية صغيرين خالص. افضل اقلب فيهم كده لحد ما يتبل. دلوقتي الخضرة انا كنت مقطعة ربطة كاملة، بس هي كده كانت عايزة تكسر، بس مش مشكلة ما علينا يعني. هي دلوقتي هتدبل وتبقى اصغر من كده كمان. في ناس بقى بتاخد الاخضر ده، السائل اللي بينزل من الاخضر ده، وتحطه على الشوربة كده. هو مش غلط، بس هو كل واحد يعني على حسب ايه، على حسب ما بيحب ياكل او على حسب ما اتعود. هفضل ايدي بقى باستمرار كده في التقليب لحد ما تدبل. جهز لك الثوم. انت امشي ومش عشان تبصي الفيديو.
ومقطعة ربطة كاملة، كان بيتهيألي ان الربطة كبيرة. ومعانا القلقاس واللحمة بتستوي. يلا جميل انت بتستوي. لا لسه دلوقتي لما تبدأ خالص ميبقاش فيها اللون الأخضر ده، لما تبدأ متبقاش فيها اللون الأخضر ده. أنا راح حطيتها باللون الأخضر ده يا جماعة، هتنزل اللون الأخضر السائل اللي أنا بقولكوا عليه. لأن أنا بس أنا عايزاه ايه تفضل خالص بقى. لما تفضل خالص متبقاش لونها أخضر. هبدأ كده انزل بالثوم، خليه بعيد شوية عشان يصفر، مش هقلبه فيها دلوقتي. هو اوطي النار شوية لان هي بدأت تتحرق مني. كده مش عارفة هنا رز. انت لو كنت الصناديق انا قلت ان انا مش عايزة الاتنين يكونوا في بعض. انا اصلا فكيت عليها مش شفتها اسمها علينا ايه، نسيت خالص. قطعنا خالص الرز اهو، الرقص اللي احنا عملناه مع بعض. كنت حاسه ان هو هيبوظ كده بس الحمد لله ما باظش. يلا بقى بينا نتغدى.